من ميدان بايزيد قلب مدينة اسطنبول. اليوم حناخدوا جولة في مدينة اسطنبول، حنوروكم الأماكن السياحية اللي لازم تزورها لما تجي لمدينة اسطنبول. حناخدوا جولة اليوم مع بعض، خليكم معنا. قدامنا جامع بايزيد مقابل ميدان بايزيد، وقابلتنا جامعة اسطنبول الكبرى غنية عن التعريف. أي واحد مر من هنا، أي حد زار اسطنبول اخطم من الشارع هذا. تو احنا قاعدين مخلين جامعة اسطنبول ورانا، وبالتجهيز لميدان بايزيد مقابل محطة ترامب. وجولتنا اليوم حتكون مع اخونا بزوقة. شو الاخبار؟ حالك؟ اليوم حنتجهوا السلطان احمد، من بعد السلطان احمد حنتجهوا منطقة امينونو، ما بعد امينونو حنتجهوا بالعبارة او الباخرة الى قسم الآسيوي او اسطنبول الآسيوية. خليكم معنا. طبعا هذا خط الترامفاي وراي، هذا المتجه هيك متجه جهة يوسف باشا أكسراي ومحطة لالي. طبعا شارع لالي معروف شارع الليبيين باختصار، اللي فيه الشركات وكل شيء هيك. واحنا حاليا متواجدين في ميدان بايزيد. هذا الميدان، خلينا نعدل الكاميرا، هذا هو ميدان بايزيد. ميدان بايزيد معروف بالمطاعم اللي موجودة هنا جنبنا والكافيهات وغيرها، منطقة سياحية يعني. تبعد ما بين بايزيد ومنطقة سلطان أحمد مشي على الأقدام حوالي 20 دقيقة، من 250 إلى 300 متر. وأيضا ميدان بايزيد هذا نحن متواجدين فيه حاليا، فيه جراند بازار أو بازار الكبير، السوق الشعبي. يعرفوه السياح طبعا اللي يجوا اسطنبول، يجوا يتصوروا من هنايا وكذا. هو مدخل البازار هذا متواجد هنايا. انا مش حنخش طبعا، حنوريكم من وين تخشوا له، بالضبط. طبعا خلفي محطة ترامب هذه خلفي. محطة بايزيد او جراند بازار. بعد ما تصل محطة ترامب تجي هنا، غادي مدخل السوق الشعبي او جراند بازار او بازار الكبير، كيف معروف عند السياح يقولوا له البازار الكبير. سوق شعبي يعني يبيع في سجاد وملابس و شن تبي من تحتاج، اكسسوارات، اي شيء موجود في بازار الكبير او جراند بازار. نواصلوا مشيتنا الى منطقة السلطان احمد، حيث يتواجد جامع آيا صوفيا والجامع الازرق او جامع السلطان احمد. طبعا وانت تتمشى من ميدان بايزيد حتى السلطان احمد، الطريق اللي حتلقاها قدامك ما فيش يعني طريق خاصة بالسيارات وهيك، لا، هذا مجرد فقط هو خط لسكة الترام او القطار. ما يعرفش القطار، هذا خط الترام، هذه السكة، هذا الترام يجي يمشي غادي لمنطقة أكسراي يوسف باشا وغيره. والخط هذا اللي قدامكم هذا يتجه نحو السلطان أحمد وإيمينونو لحد نهاية المحطة، هي محطة كاباتاش. محطة كاباتاش نهاية خط الترامفاي هذا
اللي كنت اشرح لكم عليه توا. اللي يبي يمشي لمول غلطة بورت، المول اللي مول وميناء في نفس الوقت، اللي جاي على البسفور بالضبط، تمام، ينزل في محطة كاباتاج، والمول يجيه على اليمين بالضبط جهة البسفور. يعني واضح اللي بيمشي غادي يعني سهل يلقاه. وأيضا بعد كاباتاج تجي منطقة باشكتاش، وأيضا متواجد غادي ملعب نادي باشكتاش، غادي في منطقة باشكتاش بعد كاباتاج على طول. برا برا مرة سيارة صاف طالعة، مرة واحد ماشي بالبسكليت بتاعها، وهذا جراتيس. اللي ما يعرفش جراتيس هذا اللي يبيع في المنتجات بتاع المكياج والكريمات والجو هذا يعني. هذه محطة تشامبرلي داش، وهذا منصب تذكاري. طبعا ما عنديش فكرة كويسة عليه يعني، يعود لي شنو النصب التذكاري هذا يعني. منطقة جميلة جدا الصراحة، كلها سياح. هذه طبعا منطقة سياحية من ميدان بايزيد حتى أمينونو ما بعد السلطان أحمد، كلها تعتبر منطقة سياحية. والمطاعم اللي موجودة هنايا كلها أسعار سياحية. طبعا ما تنسوش تجربوا الجيلاطي بتاع البهلوان، هذا يقعد ديما يلعب فيكم. طبعا تلقوه بتواجد ديما في المنطقة هذه اللي شرحت لكم عليها، مش يعني هذا الوحيد، حتلقوا هلبة غيره يعني في الصف هذا على اليمين وعلى اليسار. واحنا وصلنا في قرابة السلطان أحمد، نلقوا في أفواج من الجروبات السياحية من مختلف الدول. هم كانوا غادي في ميدان السلطان أحمد، وهم حاليا راجعين، واحنا حاليا ماشيين قرابة 10 متر أعتقد ندخلوا غادي. حاليا صارت معي فالطة وانا جاي. كيف وصلنا يعني بخشوا في السلطان أحمد، كيف ما تشوفوا أحد الطيور النورس اللي موجودة هنايا، طبعا موجودة بكثرة، معروفة في المنطقة، هي في اسطنبول عامة موجودة، تجي تزق علي، تزق هنايا على راسي كيف ما انتم شفتوا. ولا مش هيك بس، لبست الشنطة وحتى يدي. يعني حد بيجي اسطنبول السياحة لازم يدير باله من طير النورس، لأن الطير النورس يبدأ يشبح فيك انت تواليت هيك يعني، زي ما صير لنا توا. فلهذا كل واحد يجيب معاه الطاقية متاعها وأي حاجة احتياطية باش يحمي روحه. يلا خلينا نكمل لكم الحلقة. هاي وانت جاي سلطان أحمد بتشبح المنظر هذا، منظر جميل جدا، عبارة عن نافورة مسكرة. هي حاليا نافورة توا فيها طيور النورس، تشبح في داروا فيها طيور النورس. تعالوا نكملوا جولتنا وناخذكم جولة في السلطان أحمد. قاعد استضيف صديقي، أنا حسابه راح مني، هو قاعد يصور الفوق. وأخيرا من ميدان السلطان أحمد. طبعا ما نحكي لكمش أن في كل شهر رمضان الساحة هي اللي حوري لكم توا، هذه تكون فيها وليمة منسقة من قبل بلدية اسطنبول للأفطار. هذه اللي تشوفوا فيها حاليا، هذه كلها
من موقعي هذا إلى النهاية في جو 100 متر أعتقد. هذه كلها تكون طاولة مخصصة للإفطار، إفطار الصائم. والحاجة الجميلة جدا انتبهت لها في شهر رمضان، إن لما يجي أذان المغرب يطلقوا في مدفع الإفطار. يعني العادة هي قاعدين مستمرين بها لحتى وقتنا هذا، وهذا شيء جميل أنا نشوفه. طبعا اللي قدامنا هذا تشوفوا فيه هذا ضريح السلطان أحمد. طبعا السلطان أحمد مدفون هنايا داخل. هذا ضريح السلطان أحمد، وهذا طبعا كله حديقة، هذه كلها حديقة عامة في منطقة السلطان أحمد. واللي تشوفوا فيه مقابلنا غادي هذا جامع آيا صوفيا، وراي بالضبط جامع آيا صوفيا. جامع آيا صوفيا هذا قبل كان كنيسة، أول مبنوه كنيسة كانت في عاصمة الدولة الرومانية أعتقد، ما عنديش معلومات هالبيت. بعدين تحول لما خرجت الدولة العثمانية، تحول إلى جامع مسجد لحتى ما أصبح متحف يزوروا فيه السياح، يخشوا له بالتذاكر وهكذا، لحد عام 2020 رجع إلى مسجد أو جامع مرة ثانية، والآن في 2025 هو حاليا بمسجد. يدي خلاص نضف. والله انا قلت لكم اللي بيجي اسطنبول يدير احتياطه، لان الطيور النورس هنايا مش حتريحه ولا حتخليه يستمتع برحلته السياحيه اصلا. هنايا ورانا بالضبط هذا جامع السلطان أحمد المشهور بجامع الأزرق. اللي صورت لكم قبل هنايا هي جامع آيا صوفيا. النخلات مدرقينها شوي، لكن احنا نمشي ونصور من قريب غادي. شوف الدافورة غادي جميلة جدا، غادي أعتقد مقابلات تلفزيونية أو إلى آخره، الله أعلم. ورانا بالضبط جامع آيا صوفيا، وفي الاتجاه الآخر اللي ورانا في الطلعة اللي غادي يمين جامع آيا صوفيا فيه متحف التوبكابي. أيوة. حاليا حنكمل وجهتنا إلى البسفور أو منطقة أمينونو حتى نمشوا إلى القسم الآسيوي أو اسطنبول الآسيوية. احنا حاليا متواجدين في القسم الأوروبي، حنتجه إلى منطقة سكودار اللي تقع في القسم الآسيوي. طبعا شبكة المواصلات سهلة جدا، ما فيش داعي يعني في حال انت جيت سائح لاسطنبول تستعمل تاكسي وتدفع مبالغ كبيرة.
ويعني شبكة المواصلات، باصات إلى ترام إلى قطارات إلى مترو أنفاق إلى بواخر إلى شنتبي، كلها متوفر يعني. ما تورطش روحك وتجي تقعد تتنقل بالتاكسي وتلقى فلوسك كلها ماشية في التاكسيات. المواصلات رخيصة. أحد الأكشاك اللي بتواجده هنايا تقدر تشتري منهم كرت الصبون، حوالي أعتقد سعره من 100 إلى 120 ليرة. وسعر الركوب للمرة الواحدة أو الطقة الواحدة بالكرت المواصلات هي 27 ليرة. شوارع جميلة وشوارع هادية رغم الزحمة اللي فيها. احنا حاليا في منطقة جولهاني، ومقابلتنا بالضبط حديقة جولهاني، حديقة جميلة وجاية في قلب المدينة. طبعا وين ما تمشي لازم تلقى العازفين، وهذا مدخل جولهاني الحديقة. هنا يبيعوا في السميت. دخلنا لحديقة جولهاني، حديقة جميلة وهادية، فيها أجواء حلوة لما تجي تقعد ساعة مع العشية هيك، هادية وفيها شجر ونظيفة. هذه بعض نقاط نجي نعكس فيها. حديقة حلوة وفيها النافورة هذه وراي، حديقة كبيرة يعني. طبعا حديقة جولهاني كبيرة هلبة، كبيرة جدا، واصلا مش حتقدر تلفها كلها ولا تتمها. فيها الداخل فيها طول، انت اصلا لو تبي تكمل طول بس تبيلك ساعة كاملة باش تطلع اصلا من الجهة الثانية، تطلع على البحر. هذه اسطنبول. لما انت تكون في حديقة جولهاني تسمع صوت العصافير وصوت النورس وصوت الغربان او الغراب. وبالذات لما تجي في مكان هادي بعيد عن الناس، طبعا الناس متواجدين غادي، واحنا جينا في مكان هيك بروحنا نتمشوا فيه. مكان هادي وحلو وجميل جدا يعني، مكان رائع بمعنى الكلمة. ننصح اي حد جاي اسطنبول يجي يدير لفة في الحديقة هي نتاع، تجيب ماكلته وهيك وتعكس بها يعني. مكان حلو مرة في العمر عادي. تو بالله اعطوني رايكم في مكان زي هذا وانت تمشي فيه. شوفوا طبعا هذه كرة أرضية يعني العالم بين يديك، لكن في حاجة لفتت نظري إن مكتوب عليها بالعربي غادي، كيف ما تشوفوش مكتوب عليها
مش واضحة قدامي لكن مكتوب عليها بالعربي حسب ما أنا شفت. حاليا مباشرة متجهين إلى نحو قسم الآسيوي، حننطلقوا عن طريق الباخرة من منطقة أمينونو، حنقص البسفور قصان. بعد ما درنا جولتنا السريعة في منطقة سلطان أحمد، آيا صوفيا وسلطان أحمد وحديقة جولهاني ومنطقة بايزيد أيضا، حنتجهوا إلى قسم الآسيوي. اليوم وريتكم بعض الأماكن السياحية اللي لازم تزورها لما أنت تجي اسطنبول. وأيضا سلطان أحمد موجود متحف التوب كابي، حتى هو لازم تزوره. بعض السياح يجوا ما يمشوش القصر هذا وما يعرفوش شيء. حتى أنا ننصحكم زيارته لأن توجد فيه حاجات أثرية من الدولة العثمانية وإلى آخره. وأيضا القصر هذا مثلوا فيه المسلسل الشهير مسلسل حريم السلطان، مثلوها في القصر هذا. وفيه في المتحف هذا موجود يعني حاجات تعود للرسول زي العمامة متاع الرسول وسيف علي هذاك اللي فيه قوسين، سيف علي، أعتقد سيف علي حسب علمي، كان مش المعلومة خطأ طبعا. ومفتاح الكعبة القديم وهلبة حاجات من هذه يعني. وحاليا حنتجهوا للقسم الآسيوي، حنوروكم منطقة اسكودار وحيث تتواجد برج الفتاة غادي. وفي هلبة مناطق يعني قصدي ما عنديش وقت اني نصورها، زي مثلا غلطة بورت، اورتاكوي غنية عن التعريف يعني السياح كل ما يعرفوها. وميدان تقسيم قلب اسطنبول وشارع الاستقلال غنية عن التعريف، يعني ما فيش حد ما يعرفهاش. 90% او 95% من السياح اللي يزوروا في اسطنبول يمشوا شارع الاستقلال وشارع التقسيم. مدينة اسطنبول المدينة التي لا تنام. شارع الاستقلال نعطيكم معلومة عليه، هذا في اليوم يمشوا منه 3 مليون نسمة في اليوم الواحد. 3 مليون نسمة. وفي هلبة وغيرها في المناطق السياحية في اسطنبول. طبعا هذه محطة سيركيجي متاع القطارات. طبعا هنا مدخل محطة سيركيجي، هذا يرفعك إلى قسم الآسيوي. هذا قطار تحت المية أو تحت البسفور، لكن احنا حنمشوا عن طريق الباخرة. هو بالقطار أسرع، لكن احنا اخترنا الباخرة عشان نصور لكم. اللي وراي هذه تشبه فيها، هذه محطة سيركيجي اللي قلت لكم عليها. فيها قطار مرمراي. هذا هو خط واسع يعني كبير. هذا طبعا وراي قطار قديم، هذا كان في نفس المحطة لكن قديم يعني أعتقد من أيامات الدولة العثمانية حسب علمي. محطة سيركيجي هذا القطار يمشي تحت البسفور، تحت البحر يعني، يمشي بيك إلى القسم الآسيوي. هيك توا مقابلني محطة أمينونو متاع العبارات أو الباخرة. طبعا أمينونو فيها 3 محطات متاع بواخر. الأولى ترفع إلى منطقة كاديكوي سياحية معروفة في القسم الآسيوي. والمحطة الثانية ترفع إلى اسكودار اللي احنا ماشي لها توا حاليا. والمحطة الثالثة ترفع إلى منطقة قاسم باشا، هي طرف ثاني من القسم الأوروبي أيضا. خلينا نوريكم المنظر اللي قدامي، نوريكم أيضا الفاصل بين أوروبا وآسيا. واسطنبول تقع بين قارتين، قارة أوروبا وقارة آسيا.
هنا قدام بسفور. طبعا قدامي بالضبط هذا تشبه فيه برج غلطة، يجي في منطقة شيشاني، وهذا كله تشبه فيه هذا كله تابع القسم الأوروبي، وإحنا كذلك في القسم الأوروبي. إحنا حناخذ الباخرة من هذا الاتجاه، حننطلقوا في القسم الآسيوي، حنقطع المسافة هذه كلها. وقدامكم تشبه فيه جسر بسفور أو جسر شهداء 15 تموز. طبعا هذه محطة كاديكوي، ترفع لمنطقة كاديكوي عن طريق البحر. والمحطة اللي غادي هي محطة اللي ترفع لإسكودار. إسكودار اللي احنا حنمشوا لها حاليا. طبعا هذه محطة إسكودار، الباخرة تجي من هنايا ترفعنا القسم الآسيوي، الدخول من هنايا. طبعا كرت فاضي، خلينا نشحن كرت الماكينة هذه اللي قدامكم بعدين ننطلق. طبعا هذا كرت اسطنبول اللي تقدر تركب فيه المواصلات كلها. هذه الماكينة تشحن بها الكرت. خلينا نشوف الكرت بتاعي قداش فيه. قداش فيه الكرت بتاعي. هذا ما اعطانيش قداش فيه. علاش؟ ايوه هنا فيه 33 ليرة، يعني مش حيسدني. حنشحنا ب 100 ليرة. حاليا شحنت الكرت بتاعي ب 100 ليرة، وحنشوف قداش حيخصم مني. اوه سعر الباخرة يختلف على سعر القطارات. سعر الباخرة اخصم مني 33 ليرة، اما سعر القطار 27 ليرة كيف ما قلت لكم بكري في بداية الفيديو. لحظات وتوصل الباخرة اللي بترفعنا لإسكودار، وحنتلاقوا في اسطنبول آسيا. ركبت أعلى قمة في الباخرة عشان نقدر نستمتع بالجو اللي برا. طبعا احنا حنتجه في المنطقة دي في قسم آسيا. حنشوف كان قريب اتجاه ذاك أحسن. جيت اخترت المكان هذا. حنتجه إلى آسيا. غادي تشوفوا فيها هذيك آسيا. قابلني هذا برج غلطة، وهذا تشوفوا فيه هذا غلطة كوبرو أو كوبري غلطة، جسر غلطة. أول ما طلقت الباخرة بدت ريح قوية،
حتى الصوت مش عارف تسمعوا فيه او لا من كتر الريح، وهذا ما عنديش مايك لحد الان يعني. بس الجاكيت بتاعي هذا صقع. اوريك الاجواء كيف. وصلنا ميدان سكودار او ساحل سكودار في القسم الآسيوي. طبعا تلقى صيادين هنايا بشكل كبير يعني. في اسطنبول الحاجة هذه مش غريبة، وين ما تمشي تلقى صيادين يعني. قاعدين يتمشوا على مساحة البوسفور بالضبط، منطقة اسكودار. نوريكم الأجواء هنايا. طبعا ما اللي شفناه بيرقصوا هذوما أكراد. بعض السياح كل ما يشبهوا بيحسبوهم سوريين يعني، لكن هم مش سوريين، هذوما أكراد يعني من سكان ديار بكر أو ماردين، مناطق شرق جنوب تركيا يعني. ديما لما تطلع في أماكن سياحية زي ميدان اسكودار أو خليج أو تقسيم أي مكان، تلقاهم يرقصوا بالطريقة هذه. هذوما أكراد، وهذه الرقصة الشعبية بتاعت الأكراد. طبعا هذا صيادين السمك، تلقاهم بشكل كبير هنا في اسكودار، في إمينونو، ولما تمشي تلقى هذا صيادين. طبعا هذا كله ساحل اسكودار. احنا بكري بداية الفيديو كنا في المنطقة هذه في القسم الأوروبي، بعدين جينا إلى القسم الآسيوي. احنا كنا غادي، هذا كله ساحل اسكودار
حنتمشوا لحد برج الفتاة. ساحل سكودار من أكثر الأماكن اللي نفضلها أنا شخصيا للتمشاية. كان جميل للاسترخاء وأنت تتمشى على البحر أو على البسفور كيف أنت شايفين قدامكم، تتمشى على الكورنيش كيف ما نقولوا، جنبي البسفور، منظر البواخر وهي تنتقل من أوروبا إلى آسيا. هذا المعبر الوحيد اللي يفصل بين قارة أوروبا وقارة آسيا، وأيضا قصة الأوروبي اللي احنا كنا فيه. طبعا أنا ساكن في القسم الأوروبي، طبعا كان يستحق الزيارة. نوريكم شو اللي وراي. طبعا نشوف فيه هاي غادي، هذا برج الفتاة. طبعا في ناس تجي سياحة لاسطنبول خصيصا باش يصوروا قدام البرج هذا. طبعا قبالتي بالضبط هذا هو برج الفتاة او برج البنت، وايضا جامع ايا صوفيا غالي. هذا جامع ايا صوفيا اللي كنا في بكري فيه قسم الاوروبي، وهذا برج الفتاة. شوفوا منظر غروب الشمس وراي، منظر جميل جدا، المكان الوحيد اللي يفصل بين قارتين، قارة أوروبا وقارة آسيا. هذا البسفور، وهذه جولتنا في منطقة سكودار. هذا غروب الشمس وراي بالضبط كيف تشوف فيه، وهذا ساحل سكودار. هاي الطريق وراي، برج الفتاة قدامي بالضبط. طبعا سكودار معروفة كيف بتشوف فيها هلبة كافيهات ومطاعم وهيك يعني، لكن أسعار سياحية، أسعار تختلف عن باقي المطاعم يعني. سكودار معروفة يعني منطقة سياحية زيها زي تقسيم، زي سلطان أحمد، زي غيرها، لكن منطقة جميلة 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 جدا. طبعا هذه حديقة عامة قدامي، حديقة عامة قبل البسفور قبل برج الفتاة. خلينا نوريكم المنظر كيف. طبعا لو انت تبي تمشي برج الفتاة في كشك قريب غادي هو اللي يبيع في التذاكر، وطريقة التنقل تكون عن طريق قوارب صغيرة زي تشوفها غادي، قوارب صغيرة لكن مش باين عليكم. طبعا احنا جانا صورنا من بعيد هيك يعني، ما نبوش نمشوا لأن تذاكر بأسعار سياحية وماشي لها قبل يعني، لكن أي حد يبدي يجي ويبدي يوصل للبرج بنفسه يقدر يحجز تذاكر من غادي ويتنقل عن طريق القوارب الصغيرة. الأسعار غالية لكن ما عنديش عليها فكرة قداش حاليا. هي أنا مشيت لها في عام 2020 كانت 45 ليرة، وفي 2020 تعتبر 45 ليرة سعر غالي جدا، سعر سياحي. حاليا نتوقع أن السعر حدود 600 أو 700 ليرة يعني.
طبعا ديما وانت تمشي شوارع اسطنبول بتلقى الكلاب راكده بالشكل هي. هذه حاجه مش غريبه في اسطنبول، وما تمشي تلقاهم راكدين بالشكل هذا. حاليا خشنا في العشوائيات نتاع منطقه سكودار، في الأزقة هذه تشوفوا فيها. قاعدين ناخذوا في جولة هنايا نستكشفوا في الشوارع. تو جانا قاعد في مطعم اخترناه عشوائي طبعا، احد الازقه في سكودار. قاعدين نشوفوا في شن عندهم واسعارهم. طبعا منطقه سياحيه طبعا اكيد تكون الاسعار غاليه شويه. طبعا هذا المنيو، قاعدين نختاروا شنو ناخذ الوجبه اللي ناخذوها، وهذه الاسعار قدام. المطعم مطلع على الشارع هذا هيك كيف ما تشوفوا يعني. طبعا قبل ما تجي الوجبه جابوا لنا عندك هذه سلطه مشويه، وهذه سلطه عاديه، وهذا ياغورت ولا مش عارف شنو، وعندكم هذه شوربه، هذه طلبها صاحبي يعني بالبياش طبعا. والرجل الوجبه توا اللي نجي الوجبه بتاعنا وصلت. هذه الوجبة اللي طلبها صديقي عبارة عن رز وشيش طاووق، وأنا طبعا طلبت كباب أورفا. في طبعا في أضنة كباب وفي أورفا كباب. تنقول لكم شو الفرق بيناتهم. طبعا الفرق بين أورفا كباب وأضنة كباب، أضنة كباب هو اللي جاي من مدينة أضنة، أورفا كباب اللي جاي من مدينة أورفا. الفرق الوحيد بين أورفا كباب وأضنة كباب، أضنة كباب كباب حار سبايسي يعني، لكن أورفا كباب مش حار، مش سبايسي، عادي يعني. هذه بطاطا جنينة. خلينا نجربوا الكباب. طبعا هذا الكباب كباب أورفا مشوي كيف ما انتم تشوفوا فيه. جنيه 10 من 10. بعد ما تعشينا بناخذ جولة سريعة في أجواء الليلية في منطقة سكودار الآسيوية، وبعدها حلقتنا اليوم نختموها من كافي ستاربكس. سو بنمشي ندوروا اول قهوه من فروع ستاربكس نعكسوا فيها. شوفوا الاجواء هنا يا شوفوا الاجواء الرائعه هنا. وغادي على الساحل او الكورنيش اجواء تكون جميله اكثر على البحر على البسفور بالضبط. وفي الصيف تكون زحمة هلبة يعني، سياحية معروفة. شوفوا أجواء رائعة، أجواء جميلة. طبعا هذا اللي وراي هذا حافظ مصطفى. اسطنبول المدينة التي لا تنام فعلا. هذا الشارع اللي فيه توا كلها كافيهات ومطاعم. خليني اوريكم الاجواء كيف قدامي. حاليا الساعة 10 في الليل. شوف الحياة كيف حية. شوفوا هذه كلها المطاعم والصرافين القهاوي. هذه أجواء سكودار في الليل. بعد حوالي 10 دقائق مشي وصلنا هنايا المول. هذا هنايا في قدامكم الباص، هذه باص كلاسيكية هتشوفها.
ثاني كراميل فرابتشينو، وثاني سجاق شوكولاته. Başka bir isminiz? Efendim? Başka bir isminiz? Bu kadar var. İsim? Hasan. Kart mıydı dediniz? توا بعد جولتنا في مناطق مدينة اسطنبول زي سلطان أحمد وبايزيد وسكودار، حاليا جانا نختموها معاكم من أحد مولات في منطقة سكودار في القسم الآسيوي. جانا قعمزنا في قهوة ستاربكس. أنا طبعا طلبت فرابتشينو، هذه حاجة مسقعة، الجو صافي فعلا. طبعا ستاربكس قهوتي المفضلة، يعني كل صبح لازم ناخذ من ستاربكس فعلا. وصلنا معكم في نهاية الحلقة. وطبعا هذه قناتي، قناة شادو، اشتركوا فيها تمام. والحلقة الجاية مش حتكون من اسطنبول، حتكون من مدينة مرمريس. حناخذوا بيكم جولة في مدينة مرمريس. المهم عموما ما تنسوش تشتركوا في القناة هي. اللي يبي يدعمني يشترك في القناة، وتابعونا الحلقة الجاية من مرمريس. باي.